دور بعينك على الجمال، فن أدب زي حلي في كل مجال، هتلاقي جمال فوق الخيال، المهم نوصل للجمال. تعال معانا وللجمال عنوان. صوت العرب من القاهرة يقدم للجمال عنوان. للجمال عنوان، برنامج معكم فيه إيهاب جمال الدين. مستمعينا أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من للجمال عنوان. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. يا شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران، يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعت هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعت هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن. على صومك نوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة 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 والله يا رمضان في مصر عنوان الجمال في كل شيء بشهادة الجميع، فرمضان في مصر مختلف عن أي مكان في العالم. رمضان في مصر تقدر تقول عليه رمضان مصر. الأستاذ أشرف أبو بليل، الكاتب الأدبي والمخرج المسرحي، أهلا بيك وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيك وبصوت العرب، يعني بنسعد دايما بالتواجد فيه. أستاذ أشرف، رمضان في مصر مختلف عن رمضان في أي حتة تانية في العالم، وحضرتك عامل أوبريت بيردد المعنى ده، بيقول إن رمضان مصري من خلال رصد مظاهر الجمال في رمضان في مصر. وإذا كان حلقتنا بعنوان للجمال عنوان، فعناوين الجمال في رمضان في مصر كتيرة جدا. أعتقد سيادتك هو ده كان موضوع الأوبريت اللي حاولت ترصده يعني فيه. هذا صحيح. رمضان في مصر حاجة تانية زي ما يعني الأغنية بتقول، لأنه فعلا رمضان فريضة على كل المسلمين، لكنه في مصر يختلف عن جميع دول العالم الإسلامي. المصريين احتفوا بشهر رمضان، فبدلا من أن يكون شهر تعب وكدر من الصوم وكذا، خلوه أعظم احتفالية وكأنهم رمضان عيد بالنسبة لهم. وهو بالفعل تحول إلى عيد وبهجة وفرحة غير عادية. يعني لو أن أجنبيا موجود ولا يفهم لغة المصريين تماما وجاء قبل رمضان مثلا بشهر ونظر إلى الشوارع وكيف تغيرت ملامحها تماما بزينات رمضان والفوانيس والأولاد فرحانين وبيعلقوا كل الشوارع مصر فيها زينة، لدرجة أنها أصبحت اقتصاد. يعني صناعة الزينة بقت اقتصاد. الفوانيس أصبحت اقتصاد من كثرة إنه مفيش بيت لا يدخله فانوس مع طفل، واللي عنده طفلين ثلاثة عنده 3 فوانيس. تخيل كمية الفوانيس اللي بتستخدم في مصر للاحتفاء. طب الأطفال إذا
اذا ما جابش باباهم لهم الفانوس او مامتهم مشكله كبيره. وكانه يعني هذا الطقس الرمضاني أو كتبت الفرحة والبهجة على جميع المصريين أطفالا وكبارا وغيره. طيب حتى البيت نفسه دائما تلقى اليبيش والحاجات واستعدوا لرمضان بالمأكولات معمولة خصيص لرمضان رغم إنها موجودة طوال العام. هو يعني في حد منع إنك تاكل مشمشية ولا تاكل أراضي ولا تاكل كذا ارتبطت برمضان، إنما ارتبطت برمضان رغم إنها موجودة طوال العام. طيب هي الأطراف يعني في قرار بمنعها في شوال في كذا ما فيش، إنما هي الناس يعني تطلع كل أكلات رمضان وكل الاحتفاء برمضان وكل زينة رمضان وكل اللعب وكأنه حالة من البهجة بيرفضوا إنه يبقى يشاركوا فيها أي شهر تاني رغم توفر الحاجات دي طوال العام وموجود. أيوة، وده موروث ثقافي تراكمي طبعا على مدار التاريخ يعني. طبعا لو تتبعنا كل ظاهرة من هذه الظواهر سنجد لها جذور تاريخية. طبعا الفانوس في مصر يعني عريق قديم وله طقوسه. في نفس الوقت اصبحت في مصر مجموعه حاجات اخرى زي مثلا ارتبطت بالقران قبل الفطار. دي حاجة يعني طقس مصري موجود انه يعني تتردد التلاوات. البياعين لكل الاصناف، انا رصد في الاوبريت قرابة 10 بياعين ل10 حاجات. لكن القرآن قبل المغرب ده عايزين نتوقف عنده شوية. أيوة. لانه هو مرتبط بالافطار طبعا عارف، فكل المجتمع المصري بيبقى ملتف حول صحيح عشان يسمع قرآن المغرب وينتظر انه يسمع المدفع وكأنه مش هيعرف ان الفطار حان وقته لو ما سمعش المدفع. صحيح. انا عامل لوحة اسمها قرآن قبل الفطار في الأوبريت وخليت الأولاد في المسرح وفي الأوبريت يقدموها. وكان الفطار طبعا في الأوبريت بتاع حضرتك طبعا كله أطفال. أنت اعتمدت على الأطفال. ويجب أن نذكر هنا أيضا إلى أن سيادتك رغم ضعف الإمكانات إلا أنك بجهود وبإمكانات بسيطة جدا قدرت تحقق هدف تسعى لتحقيقه كيانات ثقافية كبيرة، وهو ترسيخ الهوية الثقافية المصرية من خلال هذا الأوبريت رمضان مصري. صحيح. أنا طبعا خلفية ثقافية، أنا وكيل وزارة الثقافة. أنا عارف طبعا. وبالتالي وفي نفس الوقت شاعر. بس حضرتك نقدمك بصفتك الأدبية طبعا مش الوظيفية. طبعا ليا 13 كتاب أدبي، فأنا في الحقل الثقافي وبالتالي يعني لا أعمل مع الأولاد دول باعتباري موظف ولا باعتباري وكيل وزارة. أنا باعتباري بحب اللحظة اللي ببقى مع الأطفال فيها وبعدين من خلالهم بنغرس قيم في أجيال جاية. واللوحة اللي حضرتك بتتكلم عنها بتاعة المقرئين هي فيها لوحة تمثيلية ثم كلام عن المقرئين حوالي 14 أو 15 مقرئ. احنا بنجيب نبذة عن كل بالشعر عن كل واحد رباعية من المقرئين. ده جميل. يا ريت بقى يا أستاذ أشرف يعني تتحفنا ببعض الأشعار عنها. الله يخليك. الله يخليك. أنا اسمح لي أن نخلي أولادنا اللي سجلوا معاك يقولوا الأشعار بتاعة المقرئين وأنا أقول المقدمة اللي بنقدم بها هذه الرواية. الكل في انتظار قرآن قبل الفطار. الأب أنا باخده علامة ليا على القوة والانتصار. على مين الانتصار؟ على صوم النهار. أما أنا بيكون ليا جرس إنذار للأم. بيكون جرس إنذار أيوة لازم أكون جهزت لكم الفطار. سويت اللحمة طبعا مخلوطة بالبهار، عملت مع الرز شوربة وسويت الخضار والحلويات والعصاير والسلطة والخيار. قرآن قبل الفطار بيكون عليه حلاوة، عشان كده بتلاقوني بردد التلاوة برطب بيه لساني بآيات كتاب الله وأراه قاعد وقايم وبيه تحلى الحياة. قرآن قبل الفطار الكل بيستناه وبصوت شيوخنا الكبار مزدان ويا محلاه. احنا أصول التلاوة شاهد هنا التاريخ، أصوات زايدة حلاوة وشيخ يسلم شيخ. الله. ثم تأتي المشايخ واحد ورا. شوف برضه سيادتك قاصد ترجع الحق لأهله وتثبت ان أصل التلاوة هنا. طبعا دولة التلاوة هنا. بالمناسبة يعني العالم العربي كله في كل ما أسمع لقطات في اليوتيوب أو في غيره أو كذا شهادات من كل دول العالم إنه التلاوة ومن مشايخ كبار في العالم الإسلامي كله التلاوة مصر. طبعا إذا بحثت عن التلاوة مصر، فإحنا فعلا أصول التلاوة. لنا أعلام كمان. أعلام وأسسنا. وبعدين إحنا أول من يعني في مقولة إذا كان سيدنا عثمان بن عفان جمع المصحف المكتوب فإحنا في مصر هنا عملنا أول مصحف مسموع. أيوة. الزعيم جمال عبد الناصر. بعد الزعيم جمال عبد الناصر. طبعا اتعمل ده فعلا. ده حقيقي. ده صحيح. طب أستاذ أشرف ده كلام يعتبر مدخل للوحة المقرئين. بعد كده في بقى أطفال بتتكلم عن المقرئين. ممكن ناخد نماذج كده مع كم طفل يعني من اللي موجودين معانا في الاستوديو يقولوا لنا حاجة عن المقرئين. ده عظيم جدا جدا. أتعرف عليه
عليك بقى، انت اسمك ايه؟ اسمي أسامة أحمد. انت في سنه كام يا اسامه؟ أنا في تالتة إعدادي. ثالثه اعدادي. وليك دور في الاوبريت، ده دور مهم. في جزئيه المقرئين، انا عارف ان الاوبريت فيه صور تانية. لكن في صوره المقرئين ايه الدور اللي بتقدمه؟ انا معايا كذا دور، محمد صديق ومحمد رفعت وكذا دور. كلمني يعني بقى بتقول ايه بالظبط او كده. عام 1800 بالظبط و90 اتولد في المنوفية إمام المقرئين في قرية شعشاع. اتولد الشعشاعي، ركز في الاستماع، ده صوته نعناعي. وكمان في يحلو شهر الصوم بصوت من الجنة. انت قبل كده كنت بتتكلم عن المنشاوي ولا الشعشاعي؟ الشعشاعي اللي جاي بقى هتكلم عن محمد صديق المنشاوي. يحلو شهر الصوم بصوت من الجنة، جاي من شبين الكوم، محمود علي البنا، ابن ال9 سنوات، حفظ الكتاب كله من صغره في الإذاعات والناس بتسمعنا. الله الله الله. شوف هو كده قال لنا كم مقرئ يا استاذ اشرف؟ هو ال 14 مقرئ يعني قالوه بالممثلين، فهو قال حوالي 4 هو اتكلم عن 4. والحقيقه لو انت بتخاطب النشأة والاطفال لما يعرفوا المعلومات اللطيفه دي عن المقرئين ويعرفوا الاسماء دي اصلا طبعا ده شيء من التوثيق التاريخي، يعني ده تاريخ ثقافي يا فندم، سيادتك بتحافظ عليه وبتوثقه يعني. صحيح، ده دوري، وفي كل اعمالي بسعى ده بالفعل، والاحتفاء برموزنا مسألة بيعتبروها حتى في التربية، بيسموه التربية الصامتة. ايه التربية الصامتة؟ التربية بالرمز. يعني بدل ما اقول له لابني افعل ولا تفعل ولا غيره، اعلي من قيمة رمز فيتخذ قدوة. بس بدون ما اتكلم معاه ولا اقول له اعمل ولا لا تفعل. طب ما تيجي نقيس اللي سيادتك بتقوله ده في أسامة. أسامة انت استفدت ايه من تقديمك للصورة دي في الأوبريت رمضان مصري؟ عرفت عظماء مصر واللي كانوا قبلينا. يعني ما كنتش تعرفهم؟ لا، كنت بقرأ عنه بس أستاذ أشرف من الكلام عنهم فحبيناهم وقرأنا عنهم أكتر، وأستاذ أشرف كمان كان طالب مننا حاجات عنهم وجبناها، وبالتالي عرفنا عنهم أكتر من أستاذ أشرف. يعني عرفت منشاوي والشعشاعي ومحمود علي البنا محمد صديق. عرفت إن دول مقرئين ليهم وضعهم في العالم كله. أيوه. مش بس في مصر يعني. مش بس في مصر. في الوطن العربي تقريبا كله. ايوه. وانا عارف ان انت اشتغلت في حاجات تانية في الاوبريت، اتكلمت عن شخصيات تانية كمان بخلاف المقرئين، مش كده؟ غير المقرئين انت اتكلمت عن شخصيات تانية كمان. طبعا ده برضو اداك فرصه ان انت تطلع عليهم. اداني فرصه ان انا اقرا واطلع على الناس ديت، ان دول اللي انا بعمله لازم اقرا عنه. ايوه، عشان تبقى عارف ده مين. ايوه. واعتقد بعد كده لو سمعت اي قراءه قرانيه بصوت المنشاوي هتقعد تسمعها بقى، ان انت عارف ده بيقولوا عليه راجل عظيم، فما نشوف هيقول ايه، مش كده ولا ايه؟ صح، حصل. برافو عليك يا أسامة، أنت نورتني والله. أستاذ أشرف، نعود مرة أخرى. إحنا تحدثنا عن قرآن المغرب. قرآن المغرب علامة قوية جدا في رمضان. رمضان المصري. أيوه. في لوحة بنبدأ بيها اللي هي لوحة الحارة المصرية وما يحدث فيها من حتى علاقات وغيره وكذا وبتاع. فاسمح لي بس قبل ما نتكلم عن الحارة وما يحدث بها من احتفاءات بمناسبة رمضان، العقل المصري لماذا يفعل ذلك في رمضان؟ هل هو يريد بطريقة غير مباشرة أن يحول مثلا شهر رمضان من طقس صعب على النفس إلى شيء متقبل ومحبوب ومتعارف عليه بين الناس؟ هل هذا يعني أسلوب تحايل به العقل المصري على شهر رمضان وما به من صعوبات جوع وعطش إلى آخره؟ صحيح، يعني الشعب المصري دايما يعمل ده، ياخد اي حاجه صعبه عليه بالحضن زي ما بتقول بزفه. وده كتير بتحصل في حاجات كتيره، وفي نفس الوقت يتغلب عليها بان هو ما يخافش منها انما بيحتفي بيها. وانت لما تشوف حتى اصعب الحاجات، حتى الحاجات مش الايجابيه، الحاجات السلبيه، هو ايه اللي اثر في المصريين؟ جاءت احتلالات متعدده لكن ظلت الهويه المصريه زي ما هي، ولا حاجه اثرت فيه، بالعكس هو الذي يؤثر في الاخرين. الاسلام جاء لمصر من الجزيره العربيه، على طول احنا نحتوي الاسلام واحنا اللي نعيد تصديره مره اخرى الى مصر ونهديه للسعوديه وغيره وكذا. وعلى راي مقوله الامام الشعراوي بيقول فيها هذا الكلام، يعني مصر التي علمت حتى بلد الحرمين الشريفين علمت الاسلام.
الإسلام. تخيل دي عظمة مصر اللي هي دورها أنها هي تمتص كل الأمور وتصبغها بحصنتها الحضارية. فمصر يعني ليس جديدا عليها الأعياد أو المناسبات الدينية. قبل الإسلام مصر كانت تعمل احتفاءات ضخمة جدا بالأعياد، ولا عشرات الأعياد اللي كانت تحتفي بها. ما زي عيد شم فمصر قديم. بالضبط. فالمصري القديم ده متعود، يعني عنده حضارة في موضوع الأعياد والمناسبات وكيف يقيم الطقوس احتفاء وابتهاجا بأي مناسبة. فعندما جاء الإسلام معه مناسباته احتفى بها أيضا وصبغ يعني الطقوس المصرية على كل المناسبات الدينية. فالشعب المصري عظمته في ده، يعني يقدر يحتوي ويقدر يذوب أي حاجة ويقدر يعيد إنتاجها مرة أخرى بشكل لا تحس فيه إنه له علاقة وفي الآخر بنقول عليه رمضان مصري. رمضان مصري كأنه في يعني جنسيات في رمضان يعني. بالتأكيد. لا، ما هو ده حقيقي. كل العالم العربي، وده سمعته من معظم الدول العربية، يشهد أن رمضان في مصر يختلف تماما عن جميع الدول العربية والإسلامية. يعني له حفاوة خاصة. شوف، من الطفل، احنا لو هنتكلم من طفل عنده 4 سنين بيحتفي برمضان. يعني ما بيطلبش الفانوس في اي شهر تاني، انما يطلبه الا في رمضان. سبحان الله. فاهم منين ده التوقيت بتاع الفانوس؟ ده التوقيت. زي ما قلت لحضرتك، كمية المأكولات والحاجات وغيره كذا موجودة طوال العام، وكل المحلات بهذا، لكن لا يتم عمل هذه الاشياء الا في شهر رمضان. هي موائد الرحمن موجودة في رمضان، رغم أنه ممكن يبقى محتاجين لها طوال العام، لكن هو رمضان فيه جميع الطقوس الاحتفالية والدينية والاجتماعية. ده الحركة الثقافية بتنشط في رمضان. مش الحركة الثقافية صحيح. الحركة الثقافية نفسها، الإعلام نفسه، المسلسلات، الإعلام، هي دي مصر. اللي مش عاجبه ده يا سيدي يشوف لك حاجة تانية، لكنه في النهاية دي مصرنا ودي هويتنا. دي مصرنا ودي هويتنا. وعجبانا كده باحتفالاتها، بزينة رمضان، باليميش، بالفوازير، بالمسلسلات، بالإعلانات حتى. وده رمضاننا المصري اللي في النهاية الناس لا تقصر في صيامها وتقيم شعائرها وتعطي زكاتها. والعزائم دي ده نوع من التواد الاجتماعي. مفيش بيت يخلو من يا عازم يا معزوم. أهم مظهر من مظاهر الجمال في رمضان الحقيقة تبادل العزائم وما الدين والفطور الجماعي. عارف بالظبط ايه ده الجمال ده؟ صحيح. يعني. وما الدين الا هذه العلاقات، الموده والمحبه والانسانيه. طبعا بنشوف اخواننا برضو المسيحيين بيحتفلوا معانا وبيشاركونا وبيدعونا الى افطارات. لكل سنه بفطر افطار في احدى الكنائس وهكذا، يعني بيدعونا ومعانا في كل حاجه. ولذلك في اللوحه المسرحيه موجود اول لوحه ببدا فيها: بكره لازم تفطر عندي، لا اعفيني يا اسطى مجدي. ده مجدي ده. طب سلم لنا على ماما تريزا، سلم لنا على بنتك. يعني انت بتعلم الطفل الوحده الوطنيه. اول مشهد في هذا الجمال في بدايه شهر رمضان، هم يسلموا على بعض وبيقولوا هذا الكلام. وطيب طالما مش هتفطر عندي ورايح كذا. نفس حتى المسيحي رايح يفطر، يعني رايح يقيم هذا الطقس ايضا في بيته مع قرايبه وكذا، باعتبار انه ليس هناك اي خلاف بين المسلمين والمسيحيين. هم بيشاركوا، المسيحيين بيبقوا صايمين معانا في الشغل وبيشاركونا في لنا اصدقاء بيتسحروا معانا. يعني اللي انا عايز اقوله انه هذا هو النسيج المصري الخالص. ايوه استاذ اشرف، بس سيادتك علمت الطفل من خلال هذه الصوره في هذا الاوبريت رمضان المصري، علمت الطفل اهميه الوحده الوطنيه بطريقه غير مباشره، مستخدما لرمضان كمناسبه لتحقيق ذلك. ده جميل جدا. صحيح. هي دي التربيه الصامته فعلا. صحيح. التربيه الصامته ده بيوصي بها التربويين، لان الامر والنهي احيانا لا ياتي بنتائج، وانما ان تعلي من قيمه رمز وتصدره بقى للشباب والاولاد وكذا. تصدر الرمز كقدوه، هم نفسهم يبداوا يعرفوا. يحب الشاب انه يعني يتاسى بهذا، فيصدق بقى ان واحد يحب الادب، واحد يحب الغنى، واحد يحب القران. يعني كل واحد يحب التلاوه، واحد يحب الانشاد، واحد يحب الشعر. في النهايه حسب ما قراءاته توديه، في النهايه انت عملت فيه جانب تربوي وتنموي ثقافيه، يعني عملت تنميه ثقافيه في هذا الشخصيه. كنت بتتكلم عن صوره الحاره المصريه في رمضان في هذا الاوبريت، وانا قطعتك، انا اسف. لا هي اصلها مهمه جدا. لان بيبان جدا رمضان في الحاره المصريه. انا عملت بدايه بالفعل بهذا الشكل، الحاره وما يحدث فيها. اتفضل. ابراهيم: كل عام والاسره بخير. مجدي: وانت طيب يا ابراهيم.
ربنا يجعله شهر سرور، رمضان دايما شهر كريم. بكره لازم تفطر عندي، لا يعفيني يا اسطى مجدي، لازم بكره اسافر بلدي افطر ويا اخواني ووالدي. ربنا ما يقطع لك عاده، يملى محلك بركه زياده. بارك لنا لماما تريزا، سلم لنا على بنتك خاتم. الله عليك. احنا الواحد خلصنا ببعد لو بنتكلم نقديا يعني كده رصدنا محور مهم جدا في هذا الاوبريت، هو الوحده الوطنيه. المحور الثاني بياع الفوانيس. وخد بالك من حكايه بياع الفوانيس والازمه الاقتصاديه والحل اللي بيطرحه الاوبريت لمشكله الاستيرادات اللي حاصله. الواحد متعشم خير اني ابيع كل الفوانيس واسد ديوني لا غير، ولا يهمك بكره تهيص. والله انا جبت بضاعه فوانيس بتغني من الصين، بتنور وفيها سماعه تسمع كل الفنانين، اللي شبه محمود شكوكو واللي اسماعيل ياسين واللي زي الديكو كوكوكو واللي زي مش عارف مين. امال فين فوانيسنا زمان اللي بشمعة وباب إزاز اللي شكلها كان جنان؟ ولا نسيتها يا أستاذ؟ أنا ما نسيتش يا سيدي، لكن استوردنا فانوس هزاز يتحرك ويغني ويرقص أحسن من أيتها جهاز. استعراض الأطفال بالفوانيس حلو يا حلو، فك الكيس وادينا فلوس نشتري فوانيس والدنيا تهيص يا حالو. يا ابن الايه خد 5 جنيه كل جنيه ينطح جنيه واشتري بيه يا حالو. ال5 جنيه راح تعمل ايه؟ دي اللعبه يا بيه ب100 جنيه غاليه عليه يا حالو. عندي ولدين اجيب منين فانوسين ب200؟ اشتري ب200 ولا اعمل ايه يا حالو؟ نعمل فانوس مصري رخيص شكله لزوز شمعه وبراويز يحفظ موروث يا حالو. الله ايه ده؟ يلا نشد حبال الزينه استكمالا لنفس الكلام. يلا نشد حبال الزينه من البلكونه للبلكونه، هنجيب بكره حبل متينة. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، جاءنا الآن هذا البيان العاجل. صرح المتحدث العسكري اليوم بأنه في ضوء الأحداث الجارية بالأراضي السودانية، وفي إطار جهود القوات المسلحة المصرية والتعاون الوثيق بين كافة الأجهزة الأمنية في البلدين للعودة الآمنة للقوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية، تم أمس اتخاذ كافة إجراءات التنسيق اللازمة مع السلطات السودانية لهبوط عدد 3 طائرات نقل عسكرية من القوات المسلحة المصرية في إحدى المطارات بالأراضي السودانية للقيام بمهمة إخلاء القوات المصرية في ظل إجراءات تأمين شامل القوات والإقلاع من الأراضي السودانية عبر 3 رحلات متتالية لمعظم عناصر القوات المصرية، والعودة بهم إلى إحدى القواعد العسكرية الجوية المصرية بالقاهرة. وقال المتحدث العسكري في بيان إنه تم صباح اليوم وبالتنسيق مع الجهات السودانية المعنية والدول الصديقة والشقيقة واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان تأمين وصول باقي عناصر القوات المسلحة المصرية لمقر سفارة مصر تمهيدا لإجراءات إخلائهم من الأراضي السودانية فور استقرار الأوضاع وتوفر الظروف الأمنية المناسبة لعودتهم لأرض الوطن. وأكدت القوات المسلحة على صحة وسلامة كافة العناصر المصرية التي وصلت إلى أرض الوطن، وكذا المتواجدة بمكتب الدفاع بالسفارة المصرية بالخرطوم. صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، ونوالي الآن تقديم هذا البرنامج للجمال عنوان مع الزميل إيهاب جمال الدين. ونجيب كل جريدة مركونة ونقصقص أشكال مختلفة لعرايس ونجيب كرتونة نعمل منها شكل فانوس ونلزقها بالعجينة. احنا كده من غير فلوس نبقى عملنا أجمل زينة. ايه التدبير والجمال ده يا أستاذ أشرف؟ يعني حضرتك بتقول لهم على الطريقة اللي ممكن نفرح بيها، وإن الفرحة مش مرتبطة بفلوس. أيوة. الفرحة مرتبطة يعني ببساطة جدا ممكن أفرح وأحقق اللي أنا عاوزه. جيلي تربى على هذه الزينة اللي بنعملها من الجرايد الفانوس مصري والإزاز مصري وكل حاجة مصري. فاحنا اتربينا مفيش استيراد ولا عملة صعبة تروح في الفانوس. أنا فاكر وأنا صغير كنا بنعمل من القفص. أيوة. عارف القفص؟ أيوة. بنعمل منها فانوس وغامة والحاجات الجميلة دي. طبعا بياع الفول ده مهم في رمضان. طبعا دي لوحة تانية بقى. بتاع لوحة تانية. لوحة بياع الفول. الحاج حميد وزغلول زي ما عودكم على طول وبأعلى صوته بيقول إذا خلص الفول أنا مش مسؤول. أسمع الصلاة على كامل النور. يلا يا حمدي ابعت ولدك، وانت يا سلمى ابعتي بنتك. يا ام حمادة نزلي ثبتك كله هياخد هنا بالدور. عندي جنب الفول بليلة تنفع حلويات للعيلة. احنا لسه في اول ليلة كله هياخد هنا بالدور. بعديه على طول بياع الألبان كلوحة تالتة او لوحة بعد كده. يعني سيادتك كده بتتكلم عن مأكولات رمضان.
يلا يا ابني رص ونادي على احلى علبة زبادي بيقدمها عبد الراضي. مين هيصلي معايا على الهادي نستفتح بيه السعادي؟ كلك واحدة وابدأ صوك تلقى يومك عدى عالي. مين هياخد الزبادي؟ ما تنساش اللبن الرايب هو اللي هيرطب جوفك، ولا تنساش اللبن السايب بالتمر تقدمه لضيوفك، ده هدية من عبد الراضي. بياع المخلل هلاله هلل يا رب كمل شهر الفضايل طول عمره أفضل. عندي مخلل مفيش أجمل من كيس ليموني أبو ريحة تهبل، جزر مقشر ليمون معصفر طرشي مشرشر وأحلى فلفل، ولونه أحمر ده شغل بنجر آمن وصحي ممكن تحلل. أما زيتوني من كل لوني يا نور عيوني أنا عندي معمل. انت فتحت نفسي يا استاذ. يجي بياع اليميش ده اخر مصر للبيع. تعالى عندي ده جزء بقى جزء من الاوبريت، الجزء اللي هو المأكولات. تعالى عندي يا مش محلي وتمر هندي وتين مبرشم وفول وسمسم يا مش مشيه انت اللي اطعم من القراصيه وجوزي هندي. هنا زبيبي شوف يا حبيبي من العصاير خد يا حبيبي كيلوين 3 هتقول يا وعدي. خد القطايف مع الكنافه دي حاجه حلوه اخر لطافه. هادي نسايبك ودي قرايبك يمكن تقرب بينكم المسافه. تعالى عندي يا مش محلي وتمر هندي. الله. يدخل الحاره بقى المشهد اللي بختم بيه الموضوع ده، الرجل بتاع مركز الشباب او النادي اللي موجود في المكان. يا اولادي يا جيراني في الحاره دي، مين يجي عندي في النادي في الدورات الرمضانيه؟ عندي كام نشاط في النادي غير الندوات الثقافيه. فولد يقول انا هكون فريق شادي وانا فريق الجمهوريه، وانا يا كابتن عايز احضر بعض الحفلات الفنيه. عندك ايه؟ ندوات تجنن تنوره واغاني شعبيه. ده مركزنا في صقر قريش عامل ليله مثلي هي، والله من غير مجامله حاجه جميله 100%. ايه مركزنا في صقر قريش؟ انت ده مركز شباب صقر قريش اللي احنا عاملين فيه الاوبريت. حضرتك ضمنته في جوه الاوبريت؟ جوه ده جميل. لاني انا بعمل شغل يعني دايما. انا اشتغلت في المسرح التربوي 10 سنوات، منهم 5 سنين موجه اول و5 سنين موجه عام على مستوى المحافظه، وعملت اوبريتات يعني راجت على مستوى الجمهوريه. فدوري اني انا دايما ارصد ما فيه الطلاب، يعني اتكلم عن حاجات عايشينها الطلاب او الاطفال بشكل واقعي وبشكل جميل ومتعايش مع اولادي. فلما ينتصب السابر في المشهد الثاني بيجي تنوره فيها شيخ بيقول مدد 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 وبيقول اسماء تانية. فالطفل بيقول لمامته ماما عمو بيقول مدد وبيقول هياما بدون عدد. فيعني ايه كلمه مدد؟ والتنوره دي من احتفالات رمضان طبعا بالذات. طبعا. أيوه. ماما عمو بيقول مدد وبيقول هياما بدون عدد. فيعني ايه كلمه مدد؟ عمك كما أهل البلد بيدعي ربه ويجتهد إنه يكون ليه السند ويطلب العون في الشدد من ناس كتير. ومين دول يا ماما؟ بيسأل عن المشايخ يعني الرفاعي والدسوقي يبقوا مين؟ اللي هو بيقول عليهم مدد. اللي بيقول عليهم مدد. هو بتقول له دي ناس يعني مشهورين. فالولد لأنه ذكي وقاري وكذا بتاع بيقول لها ما في ناس كتيرة مشهورين. فتقول زي مين؟ يقول لها زي أحمد شوقي مثلا ولا عبد الله النديم ولا توفيق الحكيم. وما أكثر. فتقول له والله فكرة جميلة نديها للمداح. ما نديله الأسماء دي. أيوه. نديله قائمة طويلة بكل رموز الكفاح. حي على العمل، حي على الكفاح. الله. فتنزل الأغنية اللي ممكن حضرتك تنزلها دلوقتي عن رموز مصرية فيها أكتر من 80 رمز بالاسم. ما هم دول يا فندم دول العقل والوجدان المصري. الرموز اللي سيادتك بتتكلم عليها دول العقل والوجدان المصري اللي من صميم وظيفته حماية الشخصية المصرية والهوية المصرية. صحيح. فانت كده جوه الموضوع اللي هو رمضان مصر. هم دول واحنا استمتعنا، كل هؤلاء استمتعنا بهم في رمضان، اما مكتوبا عنهم واما معمول عنه مسلسل واما هو نفسه بطل مسلسل واما نفسه هو شيخ بيقول لنا كلام زي الشيخ الشعراوي وسيد طنطاوي وغيره في رمضان. يعني هذه الاسماء مرتبطه واستمتعنا. حتى الابيض واسود كانت هي افلامنا اللي كنا بنستمتع بها واحنا صايمين فنشوف الفيلم في الظهيره. حضرتك الاسماء دي من مجال مثلا معين الفكر فقط ولا كل المجالات؟ جميع المجالات. انا هنا بقول يعني مثلا في فنانين وفي مشايخ وفي علماء. سميرة موسى وكل الأسماء الحاصلين لجائزة نوبل. أنا بقدم مصر، بقول دي مصر بكل هي دي مصر. ومن رأى الحالة شاف قد إيه مصر حاضرة على المسرح بكل رموزها وكل طاقتها وكل جمالها وكل هيبتها. مصر العظيمة. إيه الجمال ده يا أستاذ أشرف؟ يا ريت نستمع اسمه إيه يا فندم؟ مدد إيه؟ مدد يا عظماء مصر. مدد يا عظماء مصر. ده جميل أوي، حتى الاسم جميل جدا. لا وكأن عظماء مصر يعني احنا محتاجين منهم المدد اللي هو المدد
الفكري طبعاً. والمدد الثقافي طبعاً. والمدد الفني. طبعاً. كلمة مدد مش مرتبطة لا، أو لا. ليس لها بعد صوفي فقط. لا خالص. لكن أنا ممكن أستمد من سيادتك ثقافة، أستمد فكر. أولا هي المدد لغة طلب العون والكذا، أرسل لهم مددا، أرسل لهم جيشا، مدد، طلبوا المدد فأرسل لهم جيشا، وهكذا يعني. لكن المدد هو طلب معاونة. أطلب المعاونة من أستاذي، وأطلب المعاونة من شيخي، وأطلب المعاونة من معلمي، وأطلب المعاونة من أبي. العون والمدد أطلبه من كل من هو يملك هذا المدد. المفكرين والمثقفين والعلماء يملكون الكثير، وهم يعني الذين ينيرون الأمة بعلمهم. نستمع مع أوبريت عظماء مصر. نستمر. إلهي طلبنا العون والمدد، اجعل إلهي شفيع المصطفى سندا، وزد وبارك رموز العلم في بلدي، واجعل مسيرتهم للعالمين هدى، واجعل شباب بلادي، واجعل شباب بلادي يقتدى بهم، وامدد بفيض علومك من به مقتدى. مدد يا طه حسين، سيدي ياسين امين، سيدي مصطفى يعني مشرفك، يا محمد عبده يا شيخ الفلسفه، سيدي مصطفى كامل، يا سعد زغلول، يا حمد الباسل، سيدي محمد يا ابن فريد، يا محمد قريب، يا يوسف يا ضعيف، يا محمد علي، يا شيخ شعراوي، شيخ يا شلتوت، سيد طنطاوي، يا يوسف إدريس، سيدي يا شرقاوي، ست العيشة التيمورية، آدم يا نعمان، ست نبوية، يا سميرة موسى، وانت يا ظلماوي، مدد يا طلعت، يا علي شعراوي، مدد يا جمال، مدد يا صاوي، مدد يا رفاعي، مدد يا حسين، مدد يا حسين، مدد يا حسين. يعني الطهطاوي يا حسين يا امين، مدد يا دنبوس، مدد يا ريحاني، مدد يا شاروني، مدد يا كيلاني، مدد يا اصلان، مدد يا غطاني، مدد يا عكاشه، الله، صوت واسامه، الله، انور يا وجدي، مدد فاتن حمامه، الله، مدد يا سادات، يا فريد رياض،
جميل جميل جدا يا استاذ اشرف. والحقيقه الاطفال دي هي اللي كانت مشاركه في اللي احنا سمعناه ده، هم فعلا اللي قدموا ده. طبعا الاطفال دول اولادي اللي انا بحبهم جدا وعامل معاهم جهد، واسمح لي يعني اشكرهم عشان انا كمان بشكرهم. هم في مركز شباب صعب قريش عاملين حاله جميله تحت رعايه الاستاذه نسرين مصطفى رئيس مجلس الاداره والاستاذ وليد عز العرب مدير النادي. عاملين كل التحيه ليهم طبعا. عاملين حاله جيده بصراحه، الاولاد معايا بشكل كويس. انا اتعرفت على واحد منهم اسامه، مش كده؟ اسامه انت عملت لي، كنت بتقدم الصوره بتاعت مقرئين مصر، مش كده؟ لكن انت عملت حاجه تانية في الاوبريت، يا ريت تكلمني عن دورك فيه. كان عملت دور الكابتن الرياضي اللي هو بينادي اولاده ان هم يشتركوا عنده في المركز، مركز شباب صغير قريش. ايوه في رمضان. في رمضان الدورات الرمضانيه. ايوه. وكان في عندي معايا ولدين بيقولوا انا اكون فريق شادي، كان مندمجين معايا. عرفت بقى قيمه الدورات الرمضانيه، واكيد يعني أكيد. لما تذكر قدامك كلمه دوره رمضانيه حتى لو انت ما كنتش تعرفها قبل كده، ببحث عنها، بدات بقى تعرف ايه هي الدوره الرمضانيه، وان كان زمان احنا كان على طول عندنا حاجه اسمها دورات رمضانيه دايما واحنا صغيرين يعني. وحاليا في دورات رمضانيه حاليا موجوده برضه، موجوده. انت مشترك وبتقام هنا في مركز انت مشترك فيها اهو، مش انت اشتركت فيه وعملت في الاوبريت ده اشتغلت فيه؟ طبعا في دورات تانية رياضيه وحاجات أيوة كده، كذا، لكن دي دوره ثقافيه مهمه قوي اللي انت اشتركت فيها، دي علامه مش كده؟ علامه. قول لي بقى انت اسمك ايه؟ انا اسمي احمد. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت بقى كنت مشارك في اوبريت رمضان مصري؟ ايوه. قول لي دورك كان ايه؟ كان اتنين، واحد اسمه مجدي وواحد اسمه ابراهيم. بنرد على بعض في الشارع، بنقول لبعض كل سنه وانتم طيبين، تعالى افطر عندي بكره، وانا اقول له لا انا هسافر بلدي بكره علشان افطر مع والدي واخواتي وكده يعني. هو بيرد عليا وبقول له سلمنا على مامتك، وهو يقول لي سلمنا على بنتك هاله كده يعني. طب انت فاهم ايه الفكره من الحوار ده؟ يعني الاستاذ اشرف ابو جليل اللي معلمك كان عايز يقول ايه؟ فهمت ان الاشخاص لازم يبقى مترابطين مع بعض ويندمجوا مع بعض، والعيشه تبقى الناس كلها متفقه مع بعض ويحبوا بعض وما يكونش في اي مشاكل بينهم خالص. يا حبيبي ايه الجمال ده، ما شاء الله عليك، برافو عليك. انت وصلك فعلا المطلوب من المشهد، المطلوب من الصوره دي، ان احنا لازم نبقى مع بعض حاجه واحده، مفيش اي مشاكل خالص، مش كده؟ جميل. ده الدور الوحيد اللي انت عملته ولا عملت حاجه تاني؟ وعملت الصور بقى اللي هي الصور اسامه انور عكاشه واسماعيل ياسين، ده رموز مصر دول. أيوة. مش كده؟ في الحته بتاعت في الصوره بتاعت رموز أيوة مصر. الصورة. انت بقى كنت دورك ماسك الصوره بتاعت اسامه انور عكاشه. أيوة. ومين تاني؟ واسماعيل ياسين. لما يعني بيجي اسمهم برفع، تقوم انت رافع الصوره بقى، وكل شويه حد يرفع صوره حد، مش كده؟ ايوه على حسب الاغنيه وهي شغاله، الاغنيه فاكر تقول الاغنيه ولا مش فاكر؟ ايوه. طب وانت تعرف مين هو اسامه انور عكاشه؟ اسامه انور عكاشه مؤلف وكاتب كبير، من ابرز تاليفاته يعني ليالي الحلميه، والف حاجات كتيره وكتب كتيره ويعني حاجات كتيره قوي هو عملها مع ذكر الحاجات. اسماعيل ياسين ممثل كوميدي كبير، استحاله نقل من قدرته الكبيره، وهو كان بيضحكنا زمان، ممثل كوميدي كبير طبعا ما نقدرش نقل منه. ما شاء الله عليك، برافو عليك. ده عرفته طبعا لما جيت قدمت الاوبريت ده، قريت عن دول مين عشان تبقى فاهم، مش كده؟ وفهمت دول مين، وتلاقيك بقى بقيت تدور في التلفزيون عايز تشوفهم ولا حاجه؟ لا انا طبعا طول الوقت بتفرج على اسماعيل ياسين. انت بتحب اسماعيل ياسين؟ من ابرز اعماله اسماعيل ياسين في الطيران، واسماعيل ياسين في البوليس، والانسه حنفي، من اكتر الحاجات اللي انا بحبها. شاطر يا محمود، شاطر. وانت بقى يا ستي قولي لي، انت كان دورك ايه في الاوبريت؟ قولي لي الاول اسمك ايه؟ انا اسمي سما نور. اهلا وسهلا. قولي لي بقى كان دورك ايه في اوبريت رمضان مصري؟
اول حاجه كان دوري المذيعه. ده انت زميله بقى مش كده؟ ايوه يا ستي، دور المذيعه. ايوه عامله دور مذيعه في الاوبريت. كلميني، قولي لي. بتكلم بقى يعني انه في بعد مدفع الافطار بتكلم عن رمضان، يعني في اطفال صغيره بيلتقوا ببعض وبيتفرجوا على كراتين زي بكار وبوجي وطمطم وكرتون بسنت وكذا حد يعني كده. وبعد كده بنقول زي فزورة بنقولها. يعني في فوازير قلتيها فعلا يعني؟ قلت. طب ما تقولي لي، عندك حافظة فزورة؟ قولي لي كده يعني كأنك بتقدمي، كأنك على المسرح. قولي لي كده بدل ما تحكي لي عملتي ايه نفذيه. في قناتنا التلفزيونية هتشوف فقرات 100%، مش هتغمض عينك أبدا ولا هتروحوا في حتة تانية. بعد مدفع الإفطار يلتقي أطفالنا الصغار مع كرتونهم اللي فيه طيب بيصارع مكار. دي حكايته مفيدة جدا بتعلمنا نكون شطار، زي حبايبي بوجي وطمطم وزي حبيبكوا الواد بكار. بعد مسلسل الكرتون كلنا هنشوف الفزورة، والفزورة السنة دي حوالين شخصيات مشهورة. بنجيب لك سيرة حياتهم وانت تقول لنا مين في الصورة، وإذا عرفت الحل أكيد تبعت في البريد إجابة نموذجية يمكن تكسب شيء مفيد ونسلمك الهدية. بعد الفزورة هنشوف برنامج فيه الضيوف بصراحة من غير كسوف بيحكوا لنا عن حياتهم. كل ليلة نجم جديد بالتأكيد ليكم معروف. امتى كان راضي وسعيد، امتى كان شاعر بالخوف، امتى كان طاووس متكبر، امتى كان ريش ومنتوف. أما مسلسلنا السنة دي ده مسلسل ساخن مش عادي، ما فيهوش ولا كلمة مش هي. هتشوفوا ولادك وولادي، فيه مشاعر حقيقية، فيه سياسة واقتصادي، فيه مشاكل اجتماعية بنناقشها بشكل هادي. الله، ايه الجمال ده؟ ده انت مذيعة هايلة. انت يعني قلت البرنامج اليومي كله، عارفة فوازير وتمثيليات وكرتون معانا كمان. قول لي اسمك ايه؟ ايه يا محمد، انت صوتك رايح خالص. انت عينه ولا ايه؟ الف سلام عليك. ده انت اسمك فني خالص، محمد نور. انت بتحب الفن يا محمد؟ نفسك تبقى ايه في الفن؟ نفسي ابقى ممثل كوميدي. ممثل كوميدي. محمد انت كان دورك ايه في الاوبريت ده؟ بايع الفول. انت بتاع فول؟ طب ما تقول لنا كده ايه عملت ايه بالظبط؟ احكي لي كده. بايع الفول بيتكلم اللي هو هياخد كل واحد هنا بالدور. عنده جنب الفول بليلة تنفع حلويات للعيلة. ايوه ده احنا لسه في اول ليلة يجعله كله هنا مسرور. انا مش عايز اقول لك غنيها عشان انت صوتك شكله تعبان يا محمد. لا لو عايز نغنيها بس اوعى صوتك يوجعك. لا طب قول كده نسمع منك. الحاج حميد وزغلول زي ما عودكم على طول. الحاج حميد وزغلول زي ما عودكم على طول. وبأعلى صوته بيقول إذا خلص الفول أنا مش مسؤول. إذا خلص الفول أنا مش مسؤول. أسمع صلاة على كامل النور. يلا يا حمدي ابعت ولدك وانتي يا سلمى ابعتي بنتك يا حمادة. نزلي ثبتك كله هياخد هنا بالدور. عندي جنب الفول بليلة تنفع حلويات للحيلة. ده احنا لسه في أول ليلة يجعله كله أنا وسرور. يجعله كله أنا وسرور يا محمد. ما شاء الله عليك، أنت يعني جميل جدا. لا يعني عندك شعور بالكلام اللي أنت بتقوله كده. يعني أما كلمة هنا وسرور تقوم مبتسم، عارف يعني أدائك جميل قوي يا محمد. بس أنت قلت لي أنت بتحب التمثيل والفن بس بفتكر الكلمة دي أنت هتبقى فنان. شكلك بيقول كده يعني. شكرا. ومعانا كمان الجميلة الصغيرة دي. قولي لي اسمك ايه؟ نادين. نادين، ازيك يا نادين؟ الحمد لله. قولي لي بقى نادين، دورك كان ايه في اوبريت رمضان مصري؟ دوري كان الإلقاء. الإلقاء. طب قولي لي كانت كنت ايه بالظبط؟ بتكلم عن 4 شخصيات، منهم أبو العينين شعيشة وعبد الباسط ومصطفى اسماعيل ونصر طبار.
يا بنتي انت منقيه حاجات، دي شخصيات جامده جدا. اكيد المخرج واثق فيكي عشان يخليكي تتكلمي عن الشخصيات الجامده دي. ايه ده؟ قولي لي، قلتي عنهم ايه؟ أبو العينين شعيشة في بيلا كفر الشيخ شاطر، حفظ الكتاب واسمه شعيشة، وقبل سن 14 كان في الإذاعة بيلعلع في مصر، في الكعبة، في لبنان، في الهند، وفي كل الأرجاء. سجل شعيشة القرآن وكان نقيب كل القراء. عبد الباسط في قرية من أعمال أرمنت في ليلة عام 27 ولد الفتى عبد الباسط في أسرة كلها مقرئين، وكل ما ينزل حتة لقى الآلاف مستنيين، لدرجة إنه في جاكرتا اتلم حوالي 2 مليون. مصطفى اسماعيل ده صوت لكل جيل، ده مصطفى اسماعيل صاحب طريقة خاصة في التجويد والترتيل. فاروق ملك البلاد خلاه مقرئ لقصره، اكمنه كان من يومه سابق لكل عصره. جميل. ويا نصر طبال صوتك يا نصر طبال، في الابتهال فنان، كأنه دقة جيتار، كأنه سحبة كمان، عازف على أوتار القلب والوجدان، تحلو بيه الليالي رمضان وغير رمضان. جميل، جميل قوي، ما شاء الله عليكي. ايه الجمال ده يا جماعه؟ لكن قولوا لي يا جماعه، احنا معانا 5 اطفال وكلكم شاركتوا على المسرح في عرض اوبريت رمضان مصري. تقدروا تقولوا لي حاجه مع بعضكم كده نسمعها؟ ايه رايكم؟ نختار جزء ايه يا استاذ اشرف يقولوه؟ في منفلوط، في الإلقاء، في منفلوط. هنقوله مع بعض كلنا، بس سامحوني بقى، انا مش حافظ قوي زيكم، ها، لكن هشترك معاكم. يلا قربوا بقى كده، قربي شويه. في منفلوط طبعا الأسيوط ده أنا أعظم صوت ينشد أناشيد كلها مناجاة. الله الله اسمه ياسين شيخ مداح، تعشقه ملايين حبا لمحب رسول الله. الله الله اسأل مدد ابن الفارض يجي ينشد والنفاري والعربي معاه. الله الله اسأل مدد مدد مدد، اسأل مدد مدد مدد، اسأل مدد مدد مدد. ده مقدمه اللي هو شخصيات او رموز مصريه، مش كده يا جماعه؟ برافو عليكم والله. انا بشكركم وبحييكم، انتوا بتعملوا حاجه هادفه جدا، ويا ريت تكونوا قدوه لاصدقائكم وزمايلكم وقرايبكم. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد وشرفتوني. ومره اخرى نعود الى الاستاذ اشرف ابو بليل، الكاتب الادبي والمخرج المسرحي، كاتب ومخرج اوبريت رمضان مصري. استاذ اشرف، بعد ما سمعناه من هؤلاء الاطفال دول، واضح ان وراهم الحقيقه اولا تحفيز وتدريب وتوصيل للهدف، لان هم بيأدوا عارفين هم بيقولوا ده ليه او اهميته ايه. ده اعتقد خد مجهود كبير من حضرتك. اولا خد مجهود لاني انا مش حريص بس على ان الاولاد تأدي مسرحيه وخلاص او تأدي كذا، انما انا دوري تثقيفي حقيقي. فبالتالي عملنا مسابقه للاولاد، مش مسابقه، طلبت منهم انه اللي عايز يشارك في الاوبريت يقرا عن الشخصيه ويجيب لي كتابه عنها من النت من غيره من كذا، بس يجتهد في ده. وبالفعل زي ما حضرتك شفت كده، الولاد فعلا جابوا اوراق وكذا، وكل واحد محافظ شويه جمل عن الشخصيه اللي هيقدمها. فبالتالي لما نقول 70-80 شخصيه بيتقدموا، فالاولاد قرأوا عن 70 علم مصري ورمز مصري. دي حاجه كويسه. ده مشروع ثقافي يا فندم، يعني غير مباشر. غير مباشر. هو ده اللي انا قصده. يعني احنا مش جايين نعمل بس حفله ونمشي، انما في ورا ده حاجات كتيره جدا لازم تتعمل. احنا دوله التلاوه، احنا رمضان، لانه كتير من الحركات المتشدده بتسخر من كل الظواهر الرمضانيه وكل كذا، وكانهم يريدون فرض هويه علينا غير هويتنا المصريه. انا بعمل ثقافه مقاومه. ده هو ده رمضاننا، واحنا بنحتفي بالكل، وبنحتفي بالشيخ الشعراوي، وبنحتفي باسامه انور عكاشه، وبنحتفي بام كلثوم، وبنحتفي باحمد زويل، وبنحتفي. هو دي مصر. هذا ما اردت تكريسه للولاد. هذه المعاني هي التي اريد ان اغرسها في الهواة والشباب من فريق المسرح بمركز شباب صقر قريش. وعلى مدار شهرين عملنا هذا الاوبريت واجتهدنا فيه على قد ما نقدر. طبعا الاوبريت نفسه كان فيه 3 لوحات ما قدمتهمش. الاوبريت كبير، يعني ممكن يقدم في اكثر من مستوى. ايوه. طيب بس انت بتقول في لوحتين ما تنفذوش. طب ما يا ريت تكلمنا عنهم يا فندم، لان هم احنا بنتكلم هنا عن رمضان مصري، فعايزين بقيه اللوحات. رمضان شهر الانتصارات. ده من ضمن دي لوحه مهمه جدا. من ضمن ليالي رمضان الثقافيه اللي بننوه عنها في الاول الاوبريت.
بتيجي واحد بيغني بالربابة فبيقول بلهجة صعيدية زي جابر أبو حسين زي غيره من حفظة التراث يعني. أول كلامي سأرسل الشكر للي خلقني اللي بعثتها مرسل وبخيره دايما رزقني. ما أعظم الشهر رمضان اللي شهد انتصاري على كل من شن عدوان يبغي خراب الدياري. هحكي لكم 6 غزوات حدثت في شهر الفضايل حققنا فيها انتصارات سوينا فيها الهوايل. رمضان ده شهر العبادات والنصر على كل ظالم. الله من 7 سماوات وهب نصره لكل صايم. الله الله. أول غزوة بدر. أول ما ابدي في هالشهر هحكي لكم بالربابة علي حدث يوم بدر ويا الرسول والصحابة. سنة 2 هجرية كانت في رمضان والكل صايم. قريش هبت وقامت والكل شد العزايم. جاءت قريش تبتغيها وب1000 فوق الخيول. كل الحكاية وما فيها تبغي قتال الرسول. والمسلمين 300 والغزوة كانت مهولة لكن ربك معاهم بملائكة تنصر رسوله. اتلم كفار مكة يجي 1000 فوق الحصنة. الله أرسل ملائكة تضرب برمح وأسنة. رمضان شهر العبادات والنصر على كل ظالم. الله من 7 سماوات ناب نصره لكل صايم. الله الله. دي مثلا ده يا فندم اوبريت لوحده يعني. رمضان شهر الانتصارات ده عنوان اوبريت. انا عامل فيه 6 غزوات 6 حروب انتصر فيها المسلمين. عشان ما ياخدش وقت كتير هاخد انتصارات اكتوبر شهر 10 من رمضان. يا شهر رمضان ذكر اذا حد ما كانش فاكر يوم انتصارنا المظفر على جيش الصهيوني غادر. جيش مصر قرر هيعبر في شهر رمضان عاشر. في يوم 6 أكتوبر اتجهزت العساكر. بركان غضبهم تفجر ما همهم المخاطر. ده قرار كان واخده أنور سادات سيد وقادر. يا قوة الله أكبر تتقوى بيها الحناجر. طيران يضرب يكسر ويقودوا طيار ماهر وسلاح بري مجنزر فوق القناة والمعابر. والخط بالليف دمر والتعد أكبر ساتر. رمضان شهر العبادات والنصر على كل ظالم. الله من 7 سماوات وهب نصره لكل صايم. الله 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 يا استاذ اشرف. ايه الجمال ده؟ لا ده تعبير بيحس في منتهى الشعبيه عن شعور المواطن البسيط اللي هو بعيد عن كل الاضواء. كيف يعبر عن شعوره بهذا الانتصار بالذات في صورة أكتوبر. أكتوبر وأنا أقصد أنه يبقى بنفس الطريقة الشعبية التي يغني بها المغني الشعبي. وليس هناك توجها أيديولوجيا مع وضده إقصاء لحد ولا غيره. إحنا كل من بذل دمه وجهده من أجل تحقيق النصر إحنا بنحييه. رئيس السادات الرئيس محمد حسني مبارك كل من شارك في هذه الملحمة. هذا نصر مصر لا نصر السادات ولا نصر مبارك. هذا نصر مصري. السادات فيه جندي ومبارك جندي. والجندي اللي على خط النار قد يكون أكثر يعني وهب دمه بشكل مباشر عن أي حد كمان. صحيح. فكل مصر صنعت هذا النصر. أستاذ أشرف أبو جليل الكاتب الأدبي والمخرج المسرحي كاتب ومخرج أوبريت رمضان مصري. بشكر سيادتك شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك طيب ونورتني يا فندم في هذه الفترة. أنا اللي بشكرك جدا 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 والله على هذه الحلقة المميزة والممتازة واللي أسلكت صدورنا وصدور الأولاد الموهوبين بها. طبعا لأولاد الأطفال الحقيقة أشكرك جدا جدا. ودايما صوت العرب في الصدارة يا رب بالإعلاميين الكبار اللي زي حضرتك. أشكرك يا أستاذ. شكرا لك. للجمال عنوان. للجمال عنوان برنامج معكم فيه